بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، زينة الخلائق أجمعين، حبيب إله العالمين المصطفى الأمجد، الرسول المسدد، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مع مجموعة الراصد لرصد الشبهات وردها. في هذه الحلقة سنرد على شخص شنع على الشيعة في موضوع مهم. شنو قال هذا الشخص وشنو ردنا عليه؟ تابعونا. إذا أصحاب الأصول الراوين عن الأئمة هم مذهبهم فاسد. نعم. فكيف يكون هذا الرجل ثقة؟ كيف يكون هذا الرجل عدل؟ صحيح. كيف نقبل عنه الرواية وهو فاسد المذهب؟ إذا فاسد المذهب عند الشيعة معتبر، دليل حديثه معتبر. نعم. لكن لما قال الموثق ما رواه من نص على توثيقه مع فساد عقيدته، يعني ثقة. أنا أسأل الآن سؤال: نص على توثيقه كيف يكون ثقة وعقيدته فاسدة؟ الجواب: حتى نبين مقدار علم هذا الشخص نقول كون الراوي فاسد المذهب أو فاسد العقيدة هذا شيء، وكونه ثقة في خبره أو صدوق في نقله هذا شيء آخر. حتى يتعلم هذا الشخص نعطيه قول أحد علماء الكبار وهو الألباني. ماذا يقول في هذه المسألة؟ في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد 13 صفحة 477 يقول الألباني: وما جرى عليه العلماء والأئمة في كتب السنة من الاحتجاج بالثقات، تحتها خط، من الاحتجاج بالثقات من الخوارج والمرجئة والمعتزلة، ومن أولئك الأئمة الشيخان وغيرهما. الشيخان من هما؟ البخاري ومسلم. إذن نقول لهذا الشخص: الخوارج والمرجئة والمعتزلة أليسوا بفاسدي العقيدة في نظرك؟ فكيف كبار علمائك قبلوا واحتجوا بأخبارهم؟ حتى يعرف المشاهد المنصف نحن على من نرد. هؤلاء الذين يظهرون في تلك الفضائيات الفاسدة كيف يشوهون مذهب كامل بهذه الترهات وهذه الجهالات. أيضا عالم آخر حتى يتعلم هذا الشخص ومن كان على شاكلته، عالم آخر اسمه مقبل الوادعي، في كتاب السير الحثيث صفحة 199 يقول: القصد أن السيوطية جمع المبتدعة الذين في الصحيحين ليعلم طالب العلم أنه لا يسعه أن يرد رواية المبتدع الصدوق، هاي تحت خط، لأنه لو رد رواية المبتدع الصدوق لرد أكثر السنة، إلى أن يقول: المبتدع يعتبر فاسقا. إذن تبين للجميع أن هذا الشخص لا يفقه في كتبه شيء، ما بالكم في كتب غيره. الحين خلونا نشوف المقطع القادم بماذا استدل وماذا فهم. تابعونا. هؤلاء يسمون فاسد العقيدة. أنا أسأل الآن: فاسد العقيدة مؤمن أو فاسق؟ عندهم على الأقل فاسق إن لم يكن كيف كافر. يكون ثقة من هو فاسق؟ إن لم يكن كافرا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن كيف يجعلون حديثه محل الثقة؟ هذا الشخص استدل بهذه الآية الكريمة على أن خبر الفاسق يرد مطلقا، لكن هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ نجعل ابن قيم الجوزية هو الذي يبين هذه المسألة. في كتاب مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 391 يقول ابن القيم في معرض كلامه حول هذه الآية المباركة: فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته، وكثير من الفاسقين يصدقون في أخبارهم ورواياتهم وشهاداتهم،
بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري وفسقه من جهات أخر، فمثل هذا لا يرد خبره ولا شهادته، ولو ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق وبطل كثير من الأخبار الصحيحة تحتها خط، ولا سيما من فسقه من جهة الاعتقاد والرأي وهو متحر للصدق، فهذا لا يرد خبره ولا شهادته. إذن كما تبين لك أيها المشاهد العزيز أن أكثر السنة أو كثير من السنة الصحيحة عندهم نقلتها من؟ الفساق، وهذا أثبتناه بالدليل. الآن خلونا نشوف المقطع القادم، هذا الشخص ماذا قال. تابعونا. لاحظ هنا ان المسألة، او انا ملاحظ ان المسألة عندهم تختلف عن مثلا عند اهل السنة والجماعة، يعني قبول رواية المبتدع بشروط. لا، الموضوع هنا مختلف خالص، مختلف خالص. أهل السنة يشترطون شروط وليس فاسد الجوارح. المبتدع عند أهل السنة استثناء وليس أصلا، وليس أصلا استثناء وليس أكثرية، وليس أكثر. كويس احنا ايه فتحنا هو استثناء وليس أصلا. نعم. ووضعوا أن لا يكون داعية إلى بدعته، وأن لا تكون مما تشد بدعته. نعم. وأن لا يوجد الحديث عند غيره. هذا الشخص حاول إيهام الناس أن هذه المسألة متسالم عليها عند أهل السنة، وهذا غير صحيح. المسألة فيها خلاف. السؤال: هل إذا الراوي روى رواية تؤيد بدعته أو مذهبه، هل روايته مقبولة أم لا؟ خلونا نشوف كمثال أحد العلماء عندهم ماذا قال، وهو أبو إسحاق الحويني. شوفوا معنا. ولذلك كان الصواب قبول رواية المبتدع الثقة الضابط حتى لو كانت الرواية تؤيد مذهبه. خلوا بالكم من هذا الكلام لأنه مهم. يعني متشيع يروي حديثا في فضائل أهل البيت، يبقى الحديث ده يؤيد مذهب المتشيع ولا لا؟ لو كان الراوي ضابطا حافظا وروى رواية تؤيد بدعته نقبل هذه الرواية ولا نردها عليه حتى لو كان من الغلاة. ده الصحيح. إذا تبين فساد كلام هذا الشخص، والمسألة مو على الإطلاق كما أوهم المشاهد. خلونا نشوف الحين الراوي الذي يدعو إلى مذهبه أو إلى بدعته، هل يقبلون خبره أم لا؟ في كتاب الفتاوى الحديثية يقول مقبل الوادعي في الجزء الثاني صفحة 98: وسئل الشيخ، المقصود بالشيخ هو مقبل الوادعي، هل تقبل رواية الداعي إلى بدعته علما أن البخاري ومسلما قد أخرجا لرجال دعاة إلى بدعهم؟ فأجاب، اللي هو مقبل، يقول: إذا كان صدوق اللسان يتحرى في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتقبل. وقد أنكر أبو محمد بن الحزم على من يقول إنها لا تقبل، وقال إن الداعية هو خير من هذا الذي يسر، ربما يبطن أمورا أعظم مما يجهر به الداعية، فالصحيح أنها تقبل روايته إذا كان صدوق اللسان يتحرى في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تبين فساد كلام هذا الشخص. خلونا نشوف المقطع القادم شنو فيه، وفيه مفاجآت. تابعونا. نأتي الآن إلى راوي آخر من رواة الشيعة، وهو أنه كان خمار من رواة الشيعة، كان خمارا. سنقرأ الرواية كما هي في صفحة 97 من كتاب اختيار معرفة الرجال للطوسي. نعم، مع مشاهير الرواة. من الرواة هو اختيار معرفة الرجال، يعني الرجال الرواة. لا، اللي احنا بنذكره بالأمثلة اللي احنا بنأتي على ذكرهم. نعم. يقول هنا عوف العقيلي، قال هنا العقيلي كان من أصحاب علي عليه السلام، وكان خمارا،
ولكنه كان يؤدي الحديث كما سمع. كان يؤدي الحديث كما سمع. يؤدي الحديث، أنا راوي أحاديث. نعم. يعني إذا خمار ما رجل سكير ولكنه كان يؤدي الحديث. الجواب: أولا هذه رواية، هذه رواية في سندها شخص اسمه فرات بن الأحنف، هذا هو راوي عن عوف العقيلي. فرات بن الأحنف هذا ذكره العلامة ابن داود في كتابه الرجال في القسم الثاني اللي هو خاص في المجروحين والمجهولين. في رجال ابن داود صفحة 266 ترجمة رقم 390 يقول: فرات بن الأحنف العبدي جيم خاء، وكتاب رجال الشيخ الطوسي، يرمى بالغلو والتفويض في القول، وحرف غين ضاد، وكتاب ابن الغبائري. يقول: كوفي، ياء نون قاف راء قاف، يعني من طبقة أصحاب الإمام زين العابدين عليه السلام، والإمام الباقر عليه السلام، والإمام الصادق عليه السلام. قال: غال كذاب. إذا تبين أن هذا الراوي مطعون فيه. وهناك شيء آخر، فرات بن أحنف هذا لم يدرك عوف العقيلي، لأن عوف العقيلي هذا كان في زمن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فهذا الأول اللي هو فرات ما أدرك عوف العقيلي، فالرواية ظاهرها الإرسال. بالإضافة إلى أن كلمة كان خمارا الموجودة في رواية الكشي، هذه الكلمة جاءت في نسخ متعددة للكشي باختلاف كبير، مرة جاءت حمارا، مرة جاءت خمارا، ومرة جاءت جمارا. خلونا نشوف أحد علماء الشيعة ماذا قال في هذه الكلمة أو هذه النسخ المتعددة. في رجال الكشي في صفحة 76 في الهامش قال المامقاني في درج كلامه تعليقا على هذه الكلمة، يقصد كلمة خمارا، في تنقيح المقال الجزء الثاني صفحة 355: إن كونه خمارا من التحريفات الفظيعة، والموجود في نسخ عديدة معتمدة نقلا عن الكشي أنه كان جمارا، والجمار هو الذي يخرص النخل والذي يقطع جماره والذي يدمن من استعمال البخور. وفي بعض النسخ الحمار بالحاء المهملة والصواب الجيم. إذن هناك اختلاف في نسخ الكشي وبالتحديد في هذه الكلمة. فإذا أردت أن تثبت هذه الكلمة كلمة خمارا عليك بالدليل. الآن مع بداية المفاجأة، خلونا نشوف مع بعض الرواة الخمارين في كتبهم. ومع أول راوي في كتاب تاريخ مدينة السلام الجزء الثالث عشر صفحة 387: وقال حمزة: سمعت محمد بن مظفر الحافظ يقول: رأيت علي بن السراج المصري سكرانا على ظهر رجل يحمله من ماخور. الحين هذا الرجل السكران المحمول من ماخور، شنو هذا الماخور؟ دعونا نذهب إلى لسان العرب لابن منظور علشان نعرف كلمة ماخور شنو معناها. في لسان العرب الجزء الرابع عشر صفحة 34 يقول: ماخور وهو مجلس الريبة ومجمع أهل الفسق والفساد وبيوت الخمارين. إذن مجالس أهل الفسق وبيوت الخمارين. شيء غريب، شيء غريب. هذا الراوي ماذا قال فيه الإمام الكبير الناقد المعروف الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال الجزء الثالث صفحة 131؟ يقول الذهبي: علي بن السراج المصري حافظ متأخر متقن، تحتها خط، لكنه كان يشرب المسكر. ما شاء الله، أنعم وأكرم. هذا الحافظ المتقن كان يشرب المسكر. ينقلون أحاديثهم عن الخمارين. الآن ماذا تقول في
في الذهبي الذي قال عن هذا السكير الذي يخرج من الماخور متقن؟ ننتظر الجواب منك. لا، دعونا أيضا نزيد، نعطيه من الباقة العطرة التي عنده. في كتاب التحبير للسمعاني الجزء الثاني صفحة 149 يقول السمعاني في ترجمة أبو بكر الدرغاني: أبو بكر محمد بن أبي سعيد بن محمد البزاز إلى أن يقول: تفقه على الإمام جدي، وكان شريك الإمام والدي في الدرس، وكان صدوقا تحت خط، عمر العمر الطويل حتى جاوز 90، إلى أن يقول: وكان مائلا عن الحق في الاعتقاد. يا جماعة، صدوق ومائل عن الحق في الاعتقاد. وبعد شنو؟ يتناول المسكر في كل وقت. ما شاء الله، في كل وقت يشرب المسكر، يعني يتناول المسكر في كل وقت. هذا الشخص مدمن خمر ومع ذلك صدوق ويقبلون خبره. فما رأيك الآن في هذا السمعاني أيضا؟ هل عرف المشاهد مبلغ علم هذا الشخص ومن يخرجون ممن هم على شاكلته في تلك الفضائيات؟ وهذا الشخص ظلم المشاهدين سواء من جهله أو بجهله أو بتشنيعه على المسلمين. وكما قيل في المثل الذي ينطبق عليه: أحشفا وسوء كيله. وهناك ملاحظة مهمة جدا: نحن أعرضنا عن أسماء كبيرة ومعتبرة عند القوم، وذلك لمصلحة، واللبيب بالإشارة يفهم، حتى لا يقول قائل أننا لا نعرف أو لا نعلم تلك الأسماء. وإلى هنا أعزائي انتهت هذه الحلقة، انتظرونا إن شاء الله في حلقات قادمة، وإلى ذلك الحين عطروا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.